السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية كده ما تنسونيش باللايك، ولو كنتوا لسه جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان أول ما ننزل أي فيديو جديد يوصلكوا إشعار بإننا نزلنا فيديو جديد. وشكرا ليكوا على تعليقاتكم الجميلة والمحفزة دي. ولو عايز تعليقك يظهر الفيديو الجاي فانزل دلوقتي اكتب لي تعليق جميل وإن شاء الله في الفيديو الجاي يظهرهولك. وفيديو النهارده وزي ما انتوا طلبتوا مني وانكم عايزين لعبة FTS 22 بالدوري المصري. وفيديو النهارده هيكون عن تحميل لعبة FTS 2022 بالدوري المصري. ومش الدوري المصري بس يا شباب، موجود فرق دوري ابطال افريقيا زي نادي الترجي والوداد والرجاء وكل الفرق دي. هنستعرض فرق الدوري المصري وفرق دوري ابطال افريقيا لما نحمل اللعب. موجود في الدوري المصري الفرق الجديده اللي صعدت للدوري المصري زي فريق فاركو وفريق كوكاكولا. والدوري المصري يا شباب باخر الانتقالات، يعني مثلا في النادي الاهلي هتلاقي كريم فؤاد وهتلاقي ميكسوني وهتلاقي كل لعيبه النادي الاهلي الجديده. وفي نادي الزمالك هتلاقي طبعا عمر كمال وهتلاقي كل لعيبه نادي الزمالك الجديده. هنستعرض جميع انتقالات الدوري المصري لما نحمل اللعبه. ومش الدوري المصري بس، حتى دوري ابطال افريقيا هتلاقي فرق دوري ابطال افريقيا باخر الانتقالات. مش بس كده، موجود منتخبات افريقيه في اللعبه زي منتخب الجزائر ومنتخب الكاميرون ومنتخب مصر ومنتخب المغرب ومنتخب تونس. هنستعرض كل المنتخبات الافريقيه الموجوده في اللعبه دي لما نحملها. والمنتخبات الافريقيه كلها باخر الانتقالات. يعني لو رحت لمنتخب مصر هتلاقي تشكيل منتخب مصر الجديد اللي هو مصطفى محمد ومحمد صلاح وكل اللاعبين. وطبعا يا شباب المنتخبات الافريقيه وفرق الدوري المصري وفرق دوري ابطال افريقيا كلها باخر الاطقم. كل فريق هتلاقي الطقم بتاعه الجديد لسنه 2022. اللعبه يا شباب بجرافيكس وارضيات ملاعب احترافيه جدا. مش بس كده، موجود في اللعبه خيار جامد جدا واللي هو تغير سكور بورد والقناه الخاصه بيك داخل الجيم بلاي. وهقول لكم ازاي تغير سكور بورد والقناه لما نحمل اللعبه. وسايب لك رابط قناه مصمم اللعبه دي في اول تعليق انا مثبته. دلوقتي يا شباب خلينا ندخل في طريقه تحميل اللعبه. وفي طريقه تحميل اللعبه هنحتاج برنامج اسمه زي ارشيفر عشان نفك ضغط الملفات. وبرنامج الزي ارشيفر دوت هكون سايب لك الرابط بتاعه في الوصف. فبعد ما بتحمله من الرابط اللي سايبه لك في الوصف هتدخل عليه عادي خالص. برنامج زي ارشيفر هيفتح معاك بالواجهه دي. فهتروح لمجلد اسمه داونلود، هتلاقي الثلاث ملفات دولت عباره عن ملف اي بي كي، ملف داتا، ملف او بي بي. والثلاث ملفات دولت كل ملف منهم هكون سايب لك ليه رابط في وصف الفيديو. فبعد ما بتحمل الثلاث ملفات بتروح لاول ملف معانا واللي هو ملف الداتا، وبتضغط عليه ضغطه واحده هظهر لك قائمه بالشكل دوت. فهتضغط على اول خيار في القائمه دي واللي هو خيار عرض، هتلاقي جواه مجلد باسم داتا. فتدخل على المجلد هتلاقي مجلد تاني، والمجلد التاني دوت بتضغط عليه ضغطه مطوله هظهر لك قائمه بالشكل دوت. فهتضغط على تاني خيار في القائمه دي واللي هو خيار نسخ. بعد كده هتروح لذاكره الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده مجلد داتا، وهتعمل له لصق من خلال الدايره الخضراء اللي بالجنب دي. الملف هيبدا يستخرج معانا بالشكل دوت، والملف هيطول شويه على ما يخلص استخراج، فانا استناه على ما يخلص استخراج وارجع له. وبعد ما ملف الداتا بيخلص استخراج فبترجع لذاكرة الهاتف مرة تانية، مجلد داونلود مرة تانية، وتروح لتاني ملف معانا واللي هو ملف الاي بي كي، وبتضغط عليه ضغطة واحدة هظهر لك قايمة بالشكل دوت. فبتضغط على أول خيار في القايمة دي واللي هو خيار تثبيت، هيوديك لواجهة التثبيت. وانت هنا بتثبت ملف الاي بي كي عادي خالص من خلال انك هتضغط على التالي، بعد كده تثبيت ملف الاي بي كي هبتدي تثبت معاك بالشكل دوت. ملف الاي بي كي هيطول شويه على ما يخلص تثبيت، فانا استناه على ما يخلص تثبيت وارجع لكم. وهنا يا شباب وزي ما انتم شايفين قدامكم ملف الاي بي كي خلص تثبيت. فبعد كده بتضغط على تم وتروح لاخر ملف معانا واللي هو ملف الاو بي بي، وبتضغط عليه ضغطه واحده هظهر لك قائمه بالشكل دوت. فبتضغط على اول خيار في القائمه دي واللي هو خيار عرض، هتلاقي جواه مجلد او بي بي. فبتدخل على مجلد الاو بي بي دوت، هتلاقي مجلد تاني وبتضغط على المجلد دوت ضغطه مطوله هظهر لك قائمه بالشكل دوت. فبتضغط على خيار نسخ في القائمه دي، بعد كده هتروح لذاكره الهاتف، بعد كده اندرويد، بعد كده هتروح لمجلد اسمه او بي بي، وهتعمل له لصق من خلال الدايره الخضراء دي. الملف هيبدا يستخرج معانا بالشكل دوت، والملف هيطول شويه على ما يخلص استخراج، فانا استناه على ما يخلص استخراج وارجع لكم. وبعد ما ملف الاو بي بي بيخلص استخراج فانت بتخرج من برنامج زي ارشيفر، هتلاقوا اللعبه اتحملت عندكم بالشكل دوت. ولو واجهتكم اي مشكله في تحميل اللعبه فرابط الانستجرام بتاعي في وصف الفيديو للتواصل. دلوقتي يا شباب خلينا نبدا نستعرض اللعبه وخلينا نفتح اللعبه. بدايه فتح اللعبه هتكون بالشكل دوت. فبتضغط على حسنا هيوديك للواجهه دي، وزي ما انتم شايفين يا شباب هنا عندنا صوره اللاعب مجدي قفشه. فانت بتنتظر شويه هيظهر لك قائمه بالشكل دوت. فبتضغط على اوكي، بعد كده بتضغط على الشاشه، وزي ما انت شايفين يا شباب هنا مكتوب اف تي اس 22، وبتضغط على الشاشه مره تانية. وزي ما انت شايفين يا شباب اللعبه فتحت معانا بدون اي مشاكل. دلوقتي يا شباب خلينا نروح نستعرض الدوري المصري الموجود في اللعبه دي، وهنستعرض طبعا انتقالات الدوري المصري اللي نعرفها. لو دخلنا يا شباب هنا هنلاقي
الدوري المصري موجود بدون اي مشاكل. لو دخلنا على الدوري المصري هنلاقي كل فرق الدوري المصري، الفرق اللي صعدت جديد والفرق الموجوده. عندنا شباب الاهلي والبنك الاهلي وسيراميكا كيلوباترا وكوكا كولا، وفريق كوكا كولا صاعد جديد للدوري المصري. وعندنا الجونه، وعندنا مصري للمقصه، وعندنا المصري، وعندنا المقاولون العرب، وعندنا انبي، عندنا شباب غزل للمحله، وعندنا الاسماعيلي، وعندنا سموحه، وعندنا بيراميدز، وعندنا فاركو. وفاركو صاعد جديد برضه للدوري المصري. وهنا شباب عندنا الاتحاد السكندري، وعندنا طلائع الجيش، وعندنا الزمالك. زي ما انت شفت شباب فرق الدوري المصري كلها موجوده، والفرق اللي صعدت جديد برضه موجوده. دلوقتي شباب خلينا ندخل في استعراض اللي هي الانتقالات. لو دخلنا على النادي الاهلي هنلاقي النادي الاهلي باخر الانتقالات. واول انتقال معانا في النادي الاهلي واللي هو اللاعب حسام حسن، وتاني انتقال واللي هو اللاعب بيرسي تاو، وتالت انتقال واللي هو اللاعب كريم فؤاد، ورابع انتقال واللي هو اللاعب ميكي سوني، وخامس انتقال واللي هو اللاعب احمد عبد القادر، وسادس انتقال وهو اخر انتقال معانا واللي هو اللاعب عمار حمدي. خلينا شباب نخرج من النادي الاهلي، وزي ما انت شفت شباب النادي الاهلي باخر الانتقالات، ونروح شباب للنادي الزمالك. واحدث انتقال شباب في النادي الزمالك وهو الانتقال الوحيد اللي اعرفه واللي هو اللاعب عمر كمال. زي ما انت شايفين شباب عمر كمال موجود في النادي الزمالك. فدي شباب هي الانتقالات اللي اعرفها في الدوري المصري. دلوقتي شباب خلينا نروح لاستعراض اطقم فرق الدوري المصري، وخلينا اسيبكم مع استعراض اطقم فرق الدوري المصري. وزي ما انت شفت شباب كل فرق الدوري المصري باخر الاطقم وباخر الانتقالات طبعا. دلوقتي شباب خلينا نروح نستعرض الفرق الموجوده في دوري ابطال افريقيا. زي ما انتم شايفين شباب هي دي الفرق الموجوده في دوري ابطال افريقيا. عندنا الاهلي يا شباب، وعندنا الترجي، وهنا شباب عندنا اللي هو نهضه بركان، وعندنا الرجاء، وعندنا بيراميدز، وعندنا سان داونز، وعندنا مازيمبي، وعندنا الوداد، وعندنا اخر نادي معانا واللي هو نادي الزمالك. وزي ما انتم شفت شباب كل فرق دوري ابطال افريقيا باخر الاطقم. ولو رحنا مثلا على النادي الاهلي هنلاقي تيشيرت النادي الاهلي مش موجود عليه اعلانات، طبعا نفس اللي في الحقيقه ان التيشيرتات بتاعت النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا مش بيكون عليها اعلانات. دلوقتي يا شباب خلينا نخرج من فرق دوري ابطال افريقيا الموجوده في اللعبه، ونروح يا شباب للمنتخبات الافريقيه الموجوده في اللعبه. لو دخلنا هنا يا شباب هنلاقي كل المنتخبات الافريقيه. عندنا هنا يا شباب الجزائر طقم الجزائر الجديد، وعندنا الكاميرون، وعندنا كوتيفوار، وعندنا منتخب مصر وبرده طقم منتخب مصر الجديد. وهنا يا شباب عندنا منتخب غانا، وعندنا منتخب المغرب وبرده تيشيرت منتخب المغرب الجديد، وعندنا منتخب نيجيريا، عندنا منتخب السنغال، وعندنا يا شباب منتخب السودان. وهنا يا شباب عندنا منتخب تونس وبرده شباب تيشيرت منتخب تونس الجديد. زي ما انت شفت شباب كل المنتخبات الافريقيه الموجوده في اللعبه كلها باخر الاطقم وباخر الانتقالات. فخلينا يا شباب نخرج من المنتخبات الافريقيه. فزي ما انت شفت شباب فرق الدوري المصري وفرق دوري ابطال افريقيا والمنتخبات الافريقيه الموجوده في اللعبه كلها يا شباب باخر الاطقم وباخر الانتقالات زي ما انت شفتوا طبعا. ودلوقتي يا شباب خلينا نخرج ونروح يا شباب نستعرض الجيم بلاي الاسطوري الخاص باللعبه. فليكن يا شباب هنلعب مثلا النادي الاهلي ضد نادي الزمالك. وهنا يا شباب عندنا التيشيرتات مره ثانيه. زي ما انتم شايفين يا شباب نقدر نختار اي تيشيرت ونلعب باي تيشيرت، والتيشيرتات دي شفتوها من شويه. ونضغط على كونتينيو ونبدا الجيم بلاي الخاص باللعبه. عشان في الجيم بلاي انا هستعرض لكم ازاي تغيروا السكور بورد والقناه. خلينا نضغط على كونتينيو. وزي ما انت شايفين يا شباب اهو دخلنا على الجيم بلاي. وزي ما انت شايفين يا شباب ازرار التحكم ازرار احترافيه جدا. زي ما انت شايفين قدامك يا شباب ازرار جامده جدا. تمام. دلوقتي يا شباب خلينا ندخل ازاي تغير سكور بورد. والمقصود بسكور بورد اللي هي اللي بتعرض فيها النتيجه اللي فوق دي تغيرها وتخليها مثلا لقناه اون تايم، تخليها لقناه بين سبورت. طبعا يا شباب المقصود بالقناه اللي هو طبعا تظهر قناه في المكان اللي عامل لك عليه سهم دوت. دلوقتي يا شباب خلينا ندخل ازاي تجيب قناه وتغير سكور بورد. هتضغط على المكان اللي عامل لك عليه سهم دوت ضغطه مطوله هظهر لك قائمه بالشكل دوت. وزي ما انتم شايفين يا شباب القائمه باللغه العربيه، يعني هتعرف تقرا اي حاجه. فاول خيار معانا اللي هو القنوات النائله، واللي هو القناه اللي هتظهر لك فوق هنا. لو ضغطنا عليه هنلاقي عده قنوات. عندنا اون تايم سبورت. لو فعلنا طبعا خيار اون تايم سبورت هنلاقي طبعا قناه اون تايم سبورت ظهرت معانا بالشكل دوت. تمام. والقناه الثانيه معانا يا شباب واللي هي قناه الاهلي تي في. تمام. طبعا انت بتختار القناه اللي انت عايزها. فخلينا يا شباب نستعرض كل القنوات الموجوده في القائمه دي. زي ما احنا شفنا من شويه قناه اون تايم، وهنا يا شباب عندنا قناه الاهلي تي في. ندخل للقناه اللي بعد كده واللي هي قناه سكاي سبورت زي ما انتم قدامكم. والقناه اللي بعد كده يا شباب واللي هي قناه السعوديه سبورت. والقناه الاخيره معانا وهي اهم قناه واللي هي قناه بين سبورت. تقدر تختار اي قناه تعجبك. خلينا يا شباب اخفي قناه بين سبورت واختار قناه اون تايم سبورت. بعد كده طبعا هترجع وتروح للخيار اللي بعد كده اللي هو لوحه نتائج الدوريات، وبكل بساطه اللي هو سكور بورد. عندنا الدوري الالماني، الدوري الانجليزي، الدوري المصري،
المصري، الدوري الايطالي، الدوري الفرنسي. واول سكور بورد معانا واللي هو سكور بورد الدوري الالماني، وسكور بورد اللي بعد كده واللي هو سكور بورد الدوري الانجليزي، وسكور بورد الثالث معانا واللي هو سكور بورد الدوري المصري، وتحديدا سكور بورد قناه اون تايم زي ما انتم شايفين قدامكم. وسكور بورد اللي بعد كده واللي هو سكور بورد الدوري الايطالي، والسكور بورد اللي قبل الاخير معانا واللي هو سكور بورد الدوري الفرنسي، اخر سكور بورد معانا واللي هو سكور بورد الدوري الاسباني. فخلينا يا شباب اخفي سكور بورد الدوري الاسباني. بعد كده طبعا خلينا ارجع. هتقول لي ليه خفيت سكور بورد الدوري الاسباني وما خليتش سكور بورد؟ لان يا شباب الخيار الاخير معانا برضه خاص بسكور بورد، لو دخلنا عليه هنلاقي يا شباب سكور بورد خاصه بالبطولات، يعني بطوله كاس العالم ودوري ابطال افريقيا وكده يعني. واول سكور بورد معانا واللي هو كاس العالم للانديه، ثاني سكور بورد معانا واللي هو سكور بورد دوري ابطال افريقيا، وسكور بورد اللي قبل الاخير معانا واللي هو سكور بورد اليوروبا، واخر سكور بورد معانا يا شباب واللي هو سكور بورد دوري ابطال اوروبا. فخلينا يا شباب اخلي السكور بورد الخاص بدوري ابطال اوروبا وارجع، وهترجع مره ثانيه هتلاقي طبعا الجيم بلاي واقف معاك بالشكل دوت. فبتضغط هنا وزي ما انتم شايفين يا شباب اللعبه شغاله معانا بدون اي مشاكل. بس يا شباب كده اكون استعرضت لكم كل حاجه في اللعبه دي. اتمنى الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، لو عجبكم ما تنسوناش باللايك، ولو كنتوا لسه جداد معانا ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما ننزل اي فيديو جديد يوصل لكم اشعار باننا نزلنا فيديو جديد. ولو عندكم اي استفسار فرابط الانستجرام بتاعي في وصف الفيديو للتواصل. يلا يا شباب اشوفكم الفيديو الجاي، تحياتي لكم، سلام.